شوفولي هالجمال. هلا هلا هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، احنا النهاردة هنعمل مع بعض العيش المصري او العيش البلدي او العيش المرحرح، وهقول لكم هو اسمه ليه مرحرح في نهاية الفيديو او انتوا هتشوفوا يعني. بس خلينا تعالوا كده نشوف المقادير. دي شوية مية دافية، ملهاش يعني معيار، ممكن كوباية كده يعني. اعلى من الفترة حاجة بسيطة. هنحط عليها معلقة سكر ومعلقتين خميرة. معلقتين الخميرة دول عشان احنا عندنا 2 كيلو 2 كيلو ونص دقيق كده يعني، بالتقريب. بنغطيها ونسيبها شوية، وبعد كده بنجيب نفس المية الفترة دي. طبعا مفيش كمية معينة للمية، لان كل دقيق وبيستخدم او بياخد كمية مية معينة على حسب طبيعته يعني لو هو دقيق زي ما بيقولوا فينو، او دقيق قمح اللي هو الحبة الكاملة، فكل دقيق او دقيق بلدي، كل دقيق وله المعيار بتاعه في المية. فانتي بتحطي ميه، وعلى حسب العيش تحت او العجينه تحت ايدك بتبقى عامله ازاي. المهم بنبتدي بقى نجمع العجينه على بعض بالميه زي ما انتم شايفين كده، ونفضل نضيف الميه شويه بشويه. دي كانت الخميره، بتعرفوها منين ان هي خلاص تمام؟ لما بتعمل الفقاعات اللي انتوا شفتوها دي، بنبتدي بقى نرشها ونعجن بقى العيش. وزي ما انتم شايفين كده بنحاول نجمعه يعني على بعضه يعني. تمام. المفروض ان انا كنت مسرعه لكم الفيديو ده، بس يعني يلا معلش. المهم، عايزه اقول لكم والله يا جماعه اليوم ده انا بجد استمتعت فيه جدا. خصوصا ان هي اول تجربه ليا في ان انا اعمل العيش يعني لوحدي من اوله لاخره. كنت دايما مثلا بساعد، مثلا احط رده على الصينيه مثلا، معرفش ارح مع خالته العيش وكده. انا بالمناسبه كنت عند خالته يعني. بس دي اول مره ليا ان انا اعمله من اوله لاخره. طبعا هي خالته حبيبتي جات لي في الاخر وساعدتني، لان انا اكيد ما كنتش هعرف اولع الفرن يعني وكده. بصراحه بخاف من حوار الفرن والغاز والكلام ده، فهي يا ربنا يا رب يخليها لي ويحفظها لي يا رب. جت بدري من الشغل علشان خاطر قالت لي انا جايلك بدري مخصوص علشان خاطر اساعدك في الجزئيه بتاعه الفرن دي. فربنا يا رب يخليها لي يا رب، ويخلي لكم كل حبايبكم ان شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا خلاص كنت عجنته وبقى تمام. اعرف منين انه كده خلاص؟ هو مش محتاج يتعجن تاني. زي ما انتم شايفين كده ان انا اشد العجينة وما تتقطعش مني بسهولة. بصوا كده يبقى هو تمام. ببتدي بقى ان انا الم العجينة من الجوانب زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هغطيها. انا بصراحة يا جماعة كنت يعني عاملة معيار ساعة، يعني لو احنا في وقت مش شتاء او كده يعني كانت هتخمر اكتر يعني، او كانت هتخمر اسرع. بس عشان الدنيا برد وكده زي ما انتم شايفين حطاها في بطانية بقى وبتاع. فبصوا بعد ساعة لقيتها لسه ما اختمرتش، طلعتها بقى بره في الفرندا، فما شاء الله كانت اختمرت ودلدقت كمان على البطانية. فانا يعني بصوا رحت قمت لميت وغطيت بسرعة وفتحتها لكم من اول وجديد، حتى كانت لازقة في الغطا زي ما انتم شايفين كده. هي يبقى خلاص اختمرت. عايزه برضو اقول لكم معلومه خالته قالت لي لما تيجي تحطي دقيق في الوعاء اللي انت هتحطي فيه، تبقى العجينه يعني واصله للنص، علشان لما تخمر تلاقي مكان تخمر فيه. عارفين زي حوار يعني كميه الكيكه في الصينيه كده، فاهمين ازاي؟ المهم، هنا بقى كنت بقطع في الحته دي. انا كنت ماسكه الموبايل بايدي، عشان كده مش باين قوي كنت بقطع ازاي يعني. بس هنا اهو بصوا ببل ايدي بميه. في ناس بتحط ايديها في دقيق، انا كنت ببل ايدي في ميه وبقطعه. خالته بقى قالت لي لا لا لا، حسبي حسبي انتي بطيئه قوي. فهي ربنا يخليها لي برضو والله، راحت يعني انجزت لي يعني شويه وقطعته لي. طبعا بتاعها ما شاء الله اللهم بارك كان كبير، انا كنت عامله بقى واحد صغير وواحد كبير وحاجات زي كده.
المهم يا جماعة، يعني الشاهد في الأمر إن أنا عايزة أقول لكم والله العظيم من أمتع وأجمل وألذ الأوقات إنكم انتوا تعملوا حاجة في البيت زي دي، تعملوا حاجة بيتي. يمكن قبل ما انا اتجوز وكده ما كان حد بيقول لي ساره انت ازاي ما بتعرفيش تخبزي وكده او اتعلمي. يا عم اتعلم ليه، ما الفرن مليانه. يعني هو يعني خلاص. بس بجد بعد ما بتتجوزي وبتخلفي وكده بتبقي عايزه تعملي، هو ربنا سبحانه وتعالى يعني بيوضع في قلبك او في دماغك الحاجات دي، بان انتي من كتر حبك لاهل بيتك بتبقي عايزه تعملي لهم اجمل وانضف والذ حاجه. يعني برضو مهما كان الحاجات اللي بره احنا مش ضامنين هي بتبقى عاملة ازاي، لكن لما بتعملي الحاجة في بيتك ده اكيد بيبقى ليه طعم ويعني واحساس تاني يعني. فيا رب يجعل دايما بيوتنا وبيوتكم وبيوت العالمين مليانة بالخير يا رب والبركة والسعادة يعني. ايه رأيكم بقى يا جماعة؟ زي ما انتوا شفتوا كده كنا هو ده عشان كانوا بيسموه العيش المرحرح، عشان بنرحه على المطرحة يعني. الناس اللي بتقول عليه عيش مرحرح يعني. ايه رأيكم بقى؟ عايزة اقول لكم انه يعني عشان مبقاش كذابة، هو في حدود 90% منه انتفخ و10% بس يعني ايه ما انتفخوش قوي، بسبب انه طبعا يعني اول تجربة ليا يعني. فقولوا لي بقى ايه رأيكم في الكومنتات. يلا، السلام عليكم.